أقولك على حاجة. انتي مش محتاجة ساعات طويلة ولا مجهود كبير وصعب عشان تعملي جلو اب لنفسك وتطوري منها. انتي بس كل اللي محتاجاه انك تبدأي وتستمري. اهم حاجة انك تستمري. ازيكم عاملين ايه؟ انا ريهام، ودي ان شاء الله هتكون اول حلقة من سلسلة حلقات ازاي تبقي احسن نسخة من نفسك، ازاي كده يعني تعملي لها جلو اب. وانا بعمل الفيديوهات ديت ان شاء الله عشان تكون صدقة جارية ليا ان شاء الله بإذن الله. لو في يوم من الايام حد استفاد منها او قدرت على الاقل تغير من حد واحد بس يعني ده بالنسبة لي كفاية. والتاني حاجة، عشان اشجع نفسي واشجعكم على ان احنا دايما لازم نطور من نفسنا ونكون افضل نسخة مننا. فيلا بينا نبتدي الحلقة. اول حاجة لازم تعمليها ان انتي لازم تتقبلي نفسك الاول، عشان انتي لما تتقبلي نفسك وقتها تعرفي تتعاملي معاها وهتحبيها. يعني مثلا لو حد انتي مش متقبلاه طبيعي جدا مش هتعرفي تتعاملي معاه ولا اصلا هتحبي انك تتعاملي معاه، هتحسي كده انك مقفولة منه، فيبالك بقى نفسك. فلازم نتقبل نفسنا الاول ونحبها عشان نعرف نتعامل معاها. طيب هتقوليلي نقبل نفسنا ازاي او نتقبل نفسنا ازاي؟ هقولك اول حاجة ان احنا نتصالح مع نفسنا، ان انتي تقبلي نفسك، تقبلي عيوبك قبل مميزاتك. هتيجي تقوليلي انا في عيوب وحشة وصعبة، هقولك ومين فينا ما فيهوش عيوب؟ كلنا فينا عيوب. الكمال لله وحده سبحانه وتعالى، هو الوحيد الخالي من اي عيب سبحانه وتعالى. تاني حاجة، جربي تشتغلي على عيوبك دي. طيب اشتغلتي عليها وبرضه مفيش فايدة، هقولك جربتي انك تدعي ربنا انه يصلحلك العيب ده فيكي؟ ومفيش حاجة مع الدعاء مستحيلة، يعني خلينا متفقين كده مفيش حاجة مع الدعاء مستحيلة. طب هتقوليلي جربت ده وجربت ده ومفيش فايدة برضه، مع اني واثقة انك لو اصريتي في الدعاء ودعيتي بيقين هتحققي اي حاجة انت عايزاها. فيبالك بقى عيب بسيط فيكي. فتمام هبقى معاكي برضو، فتقولي ان انا جربت ده ان انا اشتغل على العيب ده وجربت ان انا ادعي وبرضو مش عارفة اغير العيب ده فيا. هقولك بس خلاص وقتها ارضي بشخصيتك دي وتقبليها زي ما هي ومتبصيش للعيب ده بس، يعني ما تقعديش يعني ما تح يعني ايه، ما تحصريش نفسك في العيب ده بس، يعني ده كل اللي انت شايفاه عن نفسك، لا. بصي وقتها دايما على المميزات التانية اللي عندك، قولي لنفسك دايما كده كلنا فينا عيوب، محدش فينا كامل. وعامة الوقت كفيل بإنه يصلح فينا وفي غيرنا حاجات كتير، فهوني على نفسك كده وما تقسيش عليها. فهيجي يوم وحاجات كتير فينا هتتغير، هنبقوا أنضج، هنبقوا أوعى، هنبقوا أحسن. حاجات فينا كتير هتتغير، فمع الوقت كل حاجة بتتغير. فاللي ما تعرفيش تغيريه دلوقتي مع الوقت هيتغير، طالما يعني مش حاجة حرام، حاجة مش بتأذي بيها حد، فما تشغليش بالك بيها قوي وتحسيها ان هي أزمة. او مش بتكلم على عيب بس، عامة يعني اي عيب فيك، انا بتكلم في كل حاجة طالما مش حرام ومش عارفة تغيريها فسيبيها للوقت، ادعي وسيبيها للوقت كل حاجة هتتغير. تاني حاجة، ان احنا نهتم بجوه قبل بره. ان احنا عشان نطور من نفسنا فده مش معناه ميك اب اكتر او لبس اغلى، لا، هو التطوير الحقيقي فعلا بيبدأ من جوه. وانتي لما تهتم بنفسك من جوه واشتغلتي عليها كويس هيبان كده كده على شكلك وبأقل مجهود. يعني انتي مثلا لو اهتميتي بأكلك وشربك وكلتي حاجات صحية وشربتي مية كتير، طبيعي وتلقائي هيبان تأثير ده على بشرتك وعلى شعرك وعلى صحتك. فلو مثلا لعبتي رياضة طبيعي وتلقائي برضو هيبان على صحتك وجسمك. قريتي كتب كتير وبتسمعي حاجات مفيدة
هتلاقي ده بان على ثقافتك وكلامك مع الناس وحتى كلامك مع نفسك. فلما بنهتم بجوه شكلنا بيتحسن تلقائي، وكمان أقل حاجة بتخلينا أجمل وأجمل. يعني مش بتكوني محتاجة تبذلي مجهود كبير عشان تحلي شكلك، انت فاهماني؟ يعني مثلا لما تكون بشرتك جميلة وصافية كده، فانتي من غير اي ميك اب انتي كده شكلك جميل وبشرتك جميلة، فمش هتكوني محتاجة تحطي ميك اب. غير بقى لما تكون بشرتك متبهدلة، فهتضطري بقى وقتها تحطي ميك اب كتير وتصرفي كتير على بشرتك وشكلك عشان تخلي شكلك حلو. وقيسي على ده حاجات كتير. فلما بنهتم بينا من جوه فده بيبان على شكلنا تلقائي. طيب نهتم بعقلنا ازاي؟ اسمعي بودكاست كتير، بودكاست ينمي تفكيرك، او بودكاست في اي حاجة انتي بتحبيها. وانا عامة بحب البودكاست قوي اكتر حتى كمان من الفيديوهات، عشان انتي ممكن تشغليها وتسمعي لها يعني وانتي مثلا بتروقي اوضتك وانتي في العربية وانتي في الطريق. فقصدي يعني مش لازم تسيبي اللي في ايدك وتفضلي تقعدي تتفرجي عليه. ف يعني ممكن تسمعي بودكاست، او زي طبعا تسمعي البودكاست بتاعي ده. تاني حاجة ممكن تقري صفحة من كتاب، يعني صفحة واحدة بس حتى في اليوم. أو الأهم من ده إن انتي مثلا تقري من المصحف. ف وطبعا يعني إن احنا نقرا من المصحف ده الطبيعي، يعني بعيد إن احنا نطور من نفسنا، هو ده المفروض يبقى طبيعي في يوميا لينا كده ورد، حاجة أساسي كده في اليوم، ورد ثابت كده في اليوم. طب هقولك على حاجة، انتي عارفة بعيدا ان المصحف يعني ثواب وورد ثابت، لما يكون عندك حاجات كتير عاوزة تعمليها ومكسلة مثلا او ما عندكيش طاقة يعني انك تقومي تعمليها وكده، يعني مثلا لو عندك شغل كتير في البيت، قبل ما تقومي تعملي شغل البيت عاوزاكي بس يعني تقري صفحتين من المصحف، صفحتين بس. هتلاقي عندك باور رهيبة، باور ان انتي بس مش تقومي تعملي شغل البيت، انتي تحسي ان عندك باور تقومي تهدي البيت ده وتبنيه تاني. فبجد المصحف، القراءة من المصحف خاصة لما يكون عندك حاجات كتير، ما تقوليش لا مثلا أنا ما عنديش وقت، لا المصحف هيبارك لك في وقتك ويخليكي تنجزي الحاجة اللي بتنجزيها في ساعتين يخليكي تنجزيها في نص ساعة. فاقري صفحتين من المصحف وقومي خلصي اللي وراكي، وكل ما تتعبي ارجعي اقري صفحتين تاني، وتعالي وادعيلي وتعالي قوليلي يعني انتي انجزتي ازاي حاجتك وانتي بتقري في المصحف، او انتي تخلصي حاجة من غير ما تقري في المصحف، انتي نفسك هتشوفي الفرق. فلما بنقرا من المصحف وحتى لو انتي تعبانة هتلاقي التعب ده راح في ثانية، وان انتي خدتي طاقة تانية تقومي تخلصي بيها كل اللي وراكي. من الحاجات برضو ان احنا نطور بيها عقلنا ان احنا نشوف فيديو تعليمي حتى لو ربع ساعة كل يوم او يوم ويوم. فممكن تسمعي بودكاست ديني أو فيديو ديني أو بودكاست أو فيديو في أي حاجة انتي بتحبيها، ده هيفرق معاكي جدا صدقيني. فهي بتبقى حاجات بسيطة بس مع الوقت بتعمل فرق كبير جدا. في حاجات تانية كتير ممكن تعمليها تهتمي بيها بعقلك، بس أنا مش عايزة أطول عليكم وقت الحلقة، فبقولك في كل حاجة يعني حاجات مختصرة كده تقدري تعمليها حتى وانتي في البيت، يعني مش لازم تطلعي تاخدي كورس، أو مش لازم مثلا تدفعي فلوس كذا وكذا كتير عشان مثلا تتعلمي أو تطوري من نفسك. أنا ببسطلك الحاجة خالص على قد ما أقدر عشان تعرفي إن انتي يعني التطوير ده مش محتاج مجهود ولا مبالغ كبيرة عشان تطوري من نفسك، أقل حاجة وانتي في البيت هيفرق معاكي جدا وهيغير منك وهيطور من نفسك كتير. اعملي عادة واحدة صغيرة كل يوم، يعني مثلا تمشي 10 دقايق، تشربي مية كتير أو تشربي مية أكتر من اللي انتي بتشربيها، أو ان انتي مثلا تصحي بدري نص ساعة كل يوم عن يوم. يعني مثلا انتي بتصحي 10 تصحي بكرة 9:30 مثلا بعده 9، أو مثلا اصحي 9:30 اقعدي يومين تلاتة بتصحي 9:30 بعد كده قدري شوية نص ساعة لحد ما توصلي ان انتي بتصحي بدري. ان الصحيان البدري ده بيفرق جدا 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 في يوم الواحد. فلما مثلا تلاقي نفسك حاطة هدف ليكي كل يوم زي انك تشربي مية كتير او تمشي 10 دقايق او تقري صفحتين من كتاب،
كلها حاجات بسيطة مش هتاخد منك وقت، فلما تعملي كل يوم الحاجات ديت وانتي حاطة هدف لنفسك، ساعتها هتحسي في آخر اليوم بإنجاز إنك بتحققي حاجات انتي كاتباها لنفسك وأهداف انتي كاتباها لنفسك حتى لو بسيطة، فده هيخليكي تحسي بالإنجاز وهتحسي إنك يعني لأ قادرة إنك تعملي حاجة انتي حطاها لنفسك، فإن احنا نبتدي بحاجة بسيطة ده بيشجعنا إن احنا نعمل الكبير بعد كده. بس أهم حاجة إن احنا نستمر، فالعادات البسيطة دي هتساعدك جدا إن انتي تعمليها كل يوم وهتلاقي الوقت إن انتي تعمليها، في نفس الوقت ده هيخليكي يساعدك إن انتي تستمري. يعني انتي مثلا لو عايزة تتعلمي لغة مثلا إنجليزي، انتي عارفة عشان تتعلمي إنجليزي، لو احنا مثلا لو شخص عادي عايز يتكلم بس كده إنجليزي بطلاقة يعني، انت عارفة هو محتاج يستخدم كام كلمة إنجليزي يكون بس حافظهم؟ عمل حوالي من 3000 ل5000 كلمة بس. انت متخيلة يعني الموضوع مش كبير؟ فلو انت بس كل يوم يعني انت لو كل يوم بتحفظ كلمتين هتلاقي على آخر الأسبوع انت معاك 14 كلمة جديدة في الإنجليزي انت عارفهم. هو أصلا يعني عشان تتكلم إنجليزي اللي هو مش يعني انت مش عايز تكون محترف وكده، اللي هو بس تفهم الكلام وتتكلم مع حد وكده، من 3000 ل5000 كلمة. فالأسبوع 14 كلمة، ده لو كل يوم كلمتين بس. فهتلاقي الموضوع يعني مع الاستمرارية، وكل شوية هأكد على الاستمرارية إن الاستمرارية أهم من أي حاجة، هتلاقي نفسك في وقت قليل بدأت تعرف تتكلم إنجليزي، وبدأت تعرف تسمع تفهم إنجليزي وتسمع حاجات بالإنجليزي من غير ترجمة وكده. طبعا أما المحترف بقى واللي هو عايز يتعلم كويس بيكون محتاج من حوالي 8000 ل12000 كلمة. دي الناس اللي يبقى المحترفة اللي هي عايزة تشتغل بيه أو تسافر برا أو كده. اعملوا سيرش على الموضوع ده وهتلاقوا إن كلامي مظبوط يعني وكده. فاحنا منكبرش الموضوع على نفسنا ونشوف يعني اي حاجة عايزين نتعلمها نبسطها على نفسنا كده ونسهلها، والاهم حاجة برضو هرجع لكم تاني ان احنا نبتدي حتى لو بحاجة بسيطة، مع الوقت هنوصل. وخلينا برضو متفقين ان مفيش حاجة بتتغير في يوم وليلة، كل حاجة بتاخد وقتها. يعني ربنا اللي هو ربنا اللي بيقول للشيء كن فيكون، مش بيخلقنا في بطن أمهاتنا كده كبار ونتولد في يوم وليلة. لأ، بناخد وقتنا في بطن أمهاتنا، وبعد ما نتولد بناخد وقت عبال ما بنكبر ونمشي وناكل ونشرب ونعرف نتعامل. مع إنه قادر إن هو يعني يخلي يعني يقول للشيء كن فيكون، بس هو بيعلمنا لازم كل حاجة تاخد وقتها. الزرع الفلاح مش بيحط البذرة في الأرض تطلع تاني يوم زرع، لازم وقت يعدي وكمان وقت مش قليل، بس في الآخر مع الرعاية والاهتمام والاستمرارية، وحط خط، مليون خط تحت الاستمرارية دي، بنوصل للي احنا عايزينه وبتكون النتيجة مرضية. فإن احنا كل يوم نعمل عادة صغيرة ونعملها يوم ورا يوم هتتحول لروتين ليكي، وهتحققي كل اللي انت عايزاه بإذن الله أيا كان ايه. البنت اللي عايزة تتطور لازم تختار الناس اللي بتديها طاقة وبيشجعوها طاقة إيجابية. عايزاكي تبعدي عن أي حد بيقلل منك أو يحسسك إنك مش كفاية، أو حلمك مثلا أكبر منك أو مش ليكي الحلم ده. يعني مثلا يقولولك لو حد غيرك أو حد في ظروف أحسن منك ممكن يعمل ده، أو حد مثلا في بيئة تانية، لأ يعني تمام ماشي ممكن الحلم ده ماشي ينفع معاه، لكن انتي ظروفك والبيئة اللي انتي فيها وأهلك وبتاع مثلا لأ ما ينفعش معاهم الحلم ده، أو انتي مش هتعرفي تحققي الحلم ده. دول ما تسمعيش ليهم، دولت انتي تعملي لهم بلوك من حياتك وتطلعيهم من حياتك خالص. قربي بس من البنات اللي بتحفزك وتشجعك وبيخلوكي تتمسكي بحلمك اكتر واكتر، ودايما يشجعوكي وبيخلوكي تبقي نسخة اقوى واجمل من نفسك. دول بس اللي تخليهم في حياتك ودول اللي تتمسكي بيهم. لو انتي مستنية اللحظة المثالية صدقيني مش هتيجي. ابدأي حتى لو خطوة بسيطة أو خطوة صغيرة، حتى لو مش جاهزة 100%، المهم إنك تتحركي وتبدأي. كل حاجة عشان توصلي لها
ما هي إلا عبارة عن خطوات بتمشي لها. ده انتي يعني لو عايزة تروحي السوبر ماركت اللي على آخر شارع بيتكم هتمشي خطوة ورا خطوة عشان توصلي له، لكن مثلا مش هتحطي رجل عند قدام بيتكم والرجل التانية عند السوبر ماركت وهتلاقي نفسك عند السوبر ماركت يعني. فكل حاجة حتى لو بسيطة هي عبارة عن خطوات احنا بنروح لها عشان نوصل لها في الآخر. فيبالك بقى في حلمك أو أي حاجة انت عايزة تغيريها من نفسك، ويعني ابدأي وصغري الموضوع قوي قوي لنفسك، بسطيه خالص واعملي له بصي كده كل يوم انا هاخد حاجة بسيطة. لو انت من الناس اللي ما عندكش إرادة او انت من الناس بتستتقلي بالحاجة، بسطي الموضوع لنفسك خالص خالص بجد. وانا اهو معاكم اول واحدة بدأت، يعني بدأت بحاجة حابة ان انا اطورها فيا وانقلها للناس، بما اني يعني انا بحب المواضيع دي اللي هي اطور من نفسنا ازاي وكده، وبحاول اعمل ده مع نفسي وبقرا كتير جدا، بقرأ كتير جدا في المواضيع دي ومهتمية قوي بالمجال ده. وساعات فعلا يعني بقرأ حاجات او بشوفها ببقى فعلا حابة اقولها لكل الناس او احب اقولها يعني ايه لأي حد يعني يهمني او كده. كمان يعني بغير ان هو حابة يعني الناس تتعلم منها، فعلا بهتم أوي بموضوع الصداقات الجارية ده، فبقول إن شاء الله لما حد يستفاد منها أو حد ينفع منها إن شاء الله بإذن الله تكون صدقة جارية ليا. يعني أنا بحب أوي موضوع الصداقات الجارية وبخاف أوي من موضوع السيئات الجارية، فبحاول دايما أعمل صداقات جارية، فإن شاء الله تكون الفيديوهات دي صداقات جارية ليا. فمن هنا بدأت فكرة القناة، وحاجة تشغل وقتي بما إني ربة منزل يعني مش بشتغل وممكن أكون عندي شوية وقت، فقلت أشغل وقتي بدل ما أشغل وقتي بالقيل والقال وفلانة عملت ايه وفلانة سوت ايه. فقلت لأ، يعني أنا أعمل حاجة أنا حباها وفي نفس الوقت زي ما قلتلكم تشجعني قبل منكم إن أنا أستمر يعني في الحاجة ديت، وكمان إن شاء الله تكون برضو صدقة جارية ليا. فهرجع تاني وأقول لكم المهم إنك تبدأي وتتحركي، وكل يوم هتبقي يعني كل يوم هتبصي وراكي وتلاقي إن الخطوات الصغيرة اللي انت عملتيها دي هي اللي هتفتح لك باب كبير بعد كده، هتوصلك لكل خير بعد كده انت عايزاه وهتحقق لك كل اللي نفسك فيه. فما تستهونيش بالخطوات الصغيرة دي. أنا قلتلك انتي لو كل يوم كلمتين انجليزي على اخر الاسبوع 14 كلمة، انت اصلا كل اللي انتي محتاجاه تتعلميه لو انت عايزة تتكلمي انجليزي من 3000 ل5000 كلمة. فالموضوع بسيط وسهل يعني، ما تصعبيش حاجة على نفسك. واهم حاجة ادعي دايما ربنا، اي حاجة انت عايزة تعمليها ادعي ربنا بيها، حتى لو شايفة نفسك قادرة تعمليها ادعي ربنا يا رب سهل عليا الموضوع ده، يا رب سهل عليا اتعلم اللغة دي، يا رب مثلا نور لي الطريق، خليني اتعرف على المصادر اللي تسهل عليا الحاجة دي. خلي دايما الدعاء ده معاكي اساسي في كل حاجة، وما يعني ايه، ما تقوليش مثلا انا هدعي ربنا بدي، ايوه ادعي ربنا بدي. يا جماعة الدعاء ده بيحقق لك اللي انت عايزاه وكمان ثوابه كبير في الآخرة، فدي عبادة كمان من ضمن العبادات. فالدعاء ده خليه صديقك في الرحلة اللي انت هتبدأي بيها تطوري بيها نفسك. وفي النهاية أحب أقولك إن التطوير مش رحلة يوم ولا أسبوع، هو أسلوب حياة. كل مرة كل مرة تختاري فيها نفسك، تختاري فيها راحتك، تختاري فيها حلمك، انت كده بتاخدي خطوة لقدام. صدقيني انت تقدري وانت تستحقي الحياة اللي بتحلمي بيها، وانت تقدري تعملي كل اللي نفسك فيه. زي ما قلنا بأهم حاجة انك تبدأي أول حاجة، تاني حاجة انك تستمري، تالت حاجة وده الأهم عشان تخليكي تبدأي وتستمري انك تدعي ربنا، وإن يعني دايما كده نطلب من ربنا كل حاجة احنا عايزينها، سواء نطور من نفسنا، سواء حاجات عايزينها في الدنيا حاجات عايزينها في الآخرة، يعني إن شاء الله ربنا يرزقنا الجنة جميعا، حاجات مادية حاجات في أي حاجة ادعي ربنا بيها. فالدعاء أولا يا رب مثلا قدرني ان انا اعمل الحاجة دي، تاني حاجة انك تبدأي، تالت حاجة انك تستمري استمري استمري. وكده يكون الفيديو بتاعنا خلاص، اشوفكم في فيديو تاني، مع السلامة.